بلد جميل هو المغرب، وبحيرة أكثر من رائعة هي مرشيكا، ثاني أكبر بحيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط بعد بحيرة البندقية بإيطاليا. من أركمان إلى بنينصار مرورا بالناظور وبوعارك، تمتد مرشيكا على طول 25 كيلومترا وعرض 7 كيلومترات، مع إنشاء ممر بحري على طول كيلومتر يصل البحر الأبيض المتوسط بهذه البحيرة. كاين الطيور اللي كتجينا من فرنسا، من ايطاليا، من الدنمارك، من البلدان الاوروبيه، خصوصا الطيور الشتويه. وكاين الطيور اللي كتجي كتعشش هنا في المنطقه، كتجينا من الجنوب. الان كنتواجدوا في المرحله ديال نهايه التعشيش، بحيث الطيور المهاجره غادي ترحل. بحيرة مرشيكا تضع التنمية المستدامة في صلب أولوياتها. من قبل لم يكن للناظور شاطئ، والآن أصبحت المدينة تتوفر على شاطئ اصطناعي على طول أزيد من كيلومتر بفضل 150 ألف متر مكعب من الرمال تم جلبها من البحيرة في إطار تنقية أعماقها من الأوحال. هذه التهيئة وهذه النظافة اللي تقامت في مارشيكا زادت في التصيد ديالها. كنصيدوا تقريبا 3 مرات حتى 4 المرات في السنة. هو التصيد ديال الروجي تقريبا تيجمع لنا واحد زيادة ما فوق 4 شهور حتى ل5 شهور ديال الصيد ديال الشباك. كان فيها فتح ممر بحري جديد، كان فيها تنقيه ديال الضفاف ديال البحيره، محطه ديال التصفيه ديال المياه العادمه. دونك مجموعه ديال المجهودات اللي دارتهم الدوله في اطار هذا المشروع هذا ديال تهيئه موقع بحيره مرتشكا. من بعد هذا الشيء كانوا مشاريع اللي عندهم توجه ايكولوجي خاص. في الفضاء الشاسع الواسع لبحيرة مرشيكا يقع موقع أطاليون، جوهرة البحيرة، الغابة والبحر والجبل والسهل والإتقان في العمران.